السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد على القناة ديالي مزرعتك الذكية. اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم بزاف، 5 أخطاء شائعة وخطيرة كيطيحوا فيها بزاف ديال المربين وكتأثر مباشرة على الصحة ديال الدجاج وعلى الربح ديالهم. إلا كنتي كتبغي تنجح في مشروع ديال الدجاج وتبقى بعيد على الخسائر، خاصك تعرف هاد الأخطاء وتجنبها. خليك معايا حتى الأخير حيت تكون نقطة مهمة، والأخطاء كيوقعوا فيها حتى الناس اللي عندهم تجربة. نبداو بالخطأ الأول واللي هو إهمال النظافة والنظام داخل الحظيرة. من أكثر الأخطاء اللي كيديروها المربين هو أنهم ما كيهتموش بالنظافة اليومية. الأرض كتكون مبللة، روائح كريهة، ماشي نقي، وحتى المعالف كتجمع الوسخ، وهذا الشيء كيسبب بزاف ديال الأمراض بحال الكوكسيديا، الإسهال والمشاكل التنفسية. شنو خاصك دير؟ اجي نقول لك خاصك دير. خاصك تنظف الارضيه يوميا، او على الاقل تبدل الفرشه اذا توسخت. خاصك تبدل الماء مرتين في النهار حيت كتكون الشمس وكيأثر عليه. خاصك تغسل المعالف مره في النهار على الاقل. تخيل معايا، نظافه بسيطه ممكن تحميك من خساره العشرات الدجاجات ولا اكثر. وهنا غنمروا الخطأ الثاني اللي هو التهويه السيئه. التهوية السيئة، كثير من المربين كيظنوا ان الدجاج خاصو الدفء فقط، كيف كيسدوا النوافذ وكيغلقوا المكان كامل، وهذه غلطة كبيرة. علاش؟ غنقول لك علاش. التهوية السيئة كترفع نسبة الرطوبة والأمونيا وكتخلي الجو خانق، وهنا كيولي الدجاج يعاني من أمراض تنفسية، قلة النشاط وحتى الموت المفاجئ. شنو خاصك دير؟ اجي تعرف. خاص يكون في المكان منافذ الهواء، لكن بدون تيار مباشر حيت البرد تا هو كيأثر عليهم. خاصك تنفذ النوافذ في الصباح وتقفلها في البرد القوي. خاصك تستعمل التبن والنجارة. الهواء النقي ضروري بحال الماء والغذاء. ندوزو للخطأ الثالث هنايا. كندويو على التجاهل اللقاحات والوقاية. كنشوفوا بزاف بعض المربين كيبداو المشروع وما كيهتموش بالتلقيح. هذا خطأ كبير، كيعطيوه في وقت خاطئ، وهذا الشيء كيعرض القطيع لأمراض خطيرة بحال النيوكسيل والجامبوري والجدري معروف بزاف. علاش اللقاح مهم؟ لأن الوقاية أفضل من العلاج، وملي كتكون منظم في البرنامج التلقيح كتجنب نفسك الخسارة والموت المفاجئ للدجاج. شنو خاصك دير؟ اجي تعرف. من اول يوم يتولدوا فيه الكتاكيت خاصك دير برنامج تلقيح واضح. خاصك تستشر مع بيطاري او تبحث في جوجل ولا في شي منصه عن جدول موثوق، بحال تبدا تعطيهم في النهار الاول، دوز سيمانه تعاود تعطيهم الدواء، دوز 14 ايام تعاود تعطيهم، وهو كتبقى غادي هكا. وخاصك دير ثاني، خاصك تستعمل اللقاحات بطريقه صحيحه، وتستشر بيطاري. وغادي تعرف بانه برنامج التلقيح اش كيساوي قطيع محمي اللي كيساوي انتاج مستقر. باش تعرف. ندوزو الخطا الرابع اللي هو كيمشي على التغذيه غير متوازنه او عشوائيه، وهذا خطا واعر بزاف. هذا كثير من الناس كيعطيو الدجاج بقايا الطعام وكيخلطوا الاعلاف بطرق غير مدروسه، وهذا الشيء كيأثر مباشره على نمو الدجاج وعلى الانتاج البيض وحتى المناعه ديالو. او كيقول لك انا علاش البيض الدجاج ما كيبيضش ليا. وعلاش هاد الخطأ خطير؟ لأن الدجاج خاصو التغذية دقيقة حسب العمر والنوع. واش غادي يكون دجاج بياض ولا دجاج غديريه للتسمين. وهاد التغذية الخاطئة كتسبب نقص في الوزن والأمراض وحتى النفوق، لأن مكتبقاش تبيض لك الدجاجة. شنو خاصك دير؟ خاصك تستعمل علف مناسب للمرحلة. لا تعطي علف مناسب للفلوس وعلف مناسب للدجاجة وهو غادي هكا. ما تخلطش اعلاف الا كنتي ما فاهمش مزيان. ووفر ليهم الماء نقي دائما لانه مهم بزاف مع الاكل. خلاصه خاصك دير، خاصك التغذيه، خاصك تعرف ان التغذيه الصحيحه كتساوي النمو السليم وكيساوي الانتاج الوفير. دوزوا الخطا الاخير اللي هو الخطا الخامس، هو ادخال الدجاج الجديد بدون عزل صحي. بعض المربين كيشريو الدجاج جديد يضيفوه مباشرة مع القطيع القديم، وهذه غلطة كبيرة. علاش؟ أن الدجاج الجديد ممكن يكون حامل أمراض أو في خطر الحضانة، وحتى ولو باين عليه مزيان يقدر يعدي القطيع كامل. شنو خاصك دير؟ اجي تعرف. اي دجاجة جديدة خاص العزل لمدة 10 أو 14 يوم. تراقبوا خلال هذه المدة واش كيشرب، واش كياكل، واش عنده شي أعراض. إلا كانت كل شيء مزيان تقدر تدخلوا بشوية مع القطيع. هذه النصيحة ذهبية. العزل الصحي كينقذك من الكوارث الكثيرة قبل ما توقع. خاتمة غنقول لكم هادو كانوا 5 اخطاء شائعه ولكن خطيره كيطيحوا فيها بزاف ديال المربي الدجاج، خصوصا في البدايه. ما تنساش، فكر عندك 5 اخطاء وخاصك ما تنساهم. هو خاصك تنظف، خاصك تهوي، تلقح، تغذي مزيان وتعزل الجديد. وهنا غيكون سال الفيديو ديالنا. ما تنساش دير لايك، دير سيرفيستي، وتشترك في القناه باش يوصلك كل جديد. خلي لي تعليق شنو هو الخطا اللي كنتي كدوز منه وشنو بغيتي نهضروا عليه الفيديو الجاي. شكرا لك وبالتوفيق في مشروعك.